معي الدكتور عبد الغني الجندي، عضو الهيئة الاستشارية لوزير الزراعة. أهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك. عملتوا إيه في المليون فدان يا فندم اللي وعد بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشروعه الانتخابي؟ والله المليون فدان كله اللي تم فيه اختيار الاماكن كلها، المواقع تم اختيار ال10 مواقع بمساحه 1,018,000 فدان. تم عمل دراسات الخاصه بالاراضي، بتحديد الاراضي ونوعيتها، عمل تحاليل للميه، وطبعا في اختلافات كبيره جدا جدا في جوده الميه ما بين موقع لاخر. يعني طبعا حضرتك عارف ان 90% من المليون فدان دول يعني مصدر الميه بتاعهم هي مياه جوفيه، وبالتالي في تفاوت في الملوحه ما بين 200 جزء في المليون، يمكن في بعض الاماكن زي المغرة بتصل الى 3 و4000 جزء في المليون. وبالتالي تم اختيار التراكيب المحصوليه لكل منطقه طبقا للظروف الخاصه بها، وطبقا طبعا لكل الملابسات. وتم وضع يعني اكتر من تركيب محصولي. يعني انا لما وزاره الزراعه ووزاره الري طبعا دول الاساسيين في المشروع، لما بيعرضوا على المستثمر مفيش تقييد على المستثمر. المستثمر احنا مدين له 3 بدائل اختيارات يختار اللي هو يريحه. من كده طبعا لازم يدرس هو اقتصاديا والجدوى الاقتصاديه بتاعته، بس كل فيها ان هو مصرح به او مقنن. يا دكتور عبد الغني، حلو الكلام اللي حضرتك بتقوله ده قوي، وانا موافق عليه الشكل العلمي واحنا بنتعامل مع قضايانا، شيء رائع ومحترم. بسال حضرتك هتدخلني اقول الكلام ده. انا لا، بس انا سؤالي بقى اللي الناس عايزه تعرفه، حضره المواطن البسيط، في كام فدان تم استصلاحه بالفعل يا فندم؟ ولا فدان لسه تم. هم يعني الاماكن محدده، انما لم يتم كل اللي تم فيها. اللي هي وزاره المواد المائيه بدات تدق ابار في بعض المناطق زي مثلا تركيا. كويس قوي. ولكن يا فندم، مشروع البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ان السنه الاولى من حكمه ودلوقتي مر منها 10 شهور سوف يكون تم استصلاح مليون فدان. هو الرئيس السيسي ما اعلنش انه يكون تم. هو كان في العرض، ان في عرض المليون فدان في السنه الاولى، لان طبعا ده يعني كميه كبيره جدا، لان كان حتى المعدل بتاع الاستصلاح من 50 سنه كان لا يتعدى 150,000 فدان. فلما حصل اختيار المليون فدان بدات الدراسات وبدات يبقى فيه حاجات عطلت. وامتى هيتم استصلاحهم يا فندم؟ اوكي، امتى هيتم استصلاحهم؟ هو يعني ابتداء من دلوقتي ممكن حضرتك تعد، يعني ممكن 6-7 شهور، لان المستثمرين مستعدين. هم طبعا اسرع من الحكومه. ربنا يديني العمر ويدي لحضرتك العمر يا دكتور عبد الغني، ربنا يديك العمر ان شاء الله ويطول في عمرك، الله. وهتصل بيك بعد 6 شهور او 7 شهور لو ليا عمر ان شاء الله، وهقول لك فاكر لما قلت لي بعد 6-7 شهور، واتمنى ان سنه من 6-7 شهور لو في خلال السنه الجايه تم استصلاح مليون فدان هنضرب لكم تعظيم سلام يا فندم.